السلام عليكم. من هذه الصحراء، من ولاية ورقلة، من صحراء الجزائر، من أرض الشهداء والأبرار، أرسل هذه الرسالة إلى الكيان الصهيوني وإلى كل فرنكفوني يعيش معنا فوق هذه الأرض، إلى جراء ديغول. بعد الأحداث الأخيرة التي رأيناها في الجزائر، أقول لكم أيها الفرنكفونيين يا جراء ديغول أن دين الإسلام خط أحمر، ولندفعن ثمنه ثمن مثل ما دفع ثمنه ثمن أولئك الأشوش الذين سبقونا في هذه الحياة. دين الإسلام خط أحمر، أقولها وأعيدها، دين الإسلام خط أحمر يا عبدة الشيطان أيها الفرنكفونيين الخونة، لما عثيتم في أرض الجزائر فسادا. وأقول إلى الشعب الجزائري، إذا كنتم تظنون أن الجزائر ستحيا من جديد وستكون دولة جديدة وهذا الكيان يرفرف في سماء الجزائر، فإنكم مخطئون. فإذا لم يفيء هذه الراية، إذا لم تفيء هذه الراية من سماء الجزائر، فالجزائر لا والله لن تكون بخير، لأن أولئك الخونة وكل ما يحدث في الجزائر من مشاكل تأمرهم أمهم فرنسا وهم ينفذون. نعم، إنه منتقم منا بأيادي فرنكفونية، بأيادي الخونة. أنت أيها المواطن الجزائري، أيا كان منصبك أو رتبتك، سواء كنت مواطن أو كنت جنرال أو كنت مسؤول أو وزير أو أيا كان منصبك إلى أعلى هرم في الدولة، ألا تقول وطني وطني غالي الثمن؟ وطنك هذا غالي الثمن الذي تصرخ وتقول وطني وطني غالي الثمن، دفع ثمنه ملايين الشهداء، 132 عاما حربا رفضوا الشهداء الأحرار، الشهداء الحقيقيون، وقالوا للمستعمر ولم يتفاوضوا معه ولم يتفقوا معه، بل قالوا له ارحل. بيان أول نوفمبر، ألا تقولون أن بيان أول نوفمبر هو دستورنا؟ ولكن هذا البيان تعرض للخيانة، هذا البيان حكم باسمه وعث هؤلاء الفرنكفونيين أبناء ديغول في هذه الأرض فسادا. لو كانت فيكم ذرة واحدة من النخوة، ذرة واحدة من الغيرة، تذكروا الماضي وماذا فعلت الجزائر فرنسا في هذه الأرض الطاهرة. كم من النساء قتلت، كم من النساء اغتصبت، كم من الأطفال شردت، كم من الأطفال يتيمت، كم من العجائز والشيوخ قتلت بدون ذنب، كم من الرجال نفتقد إلى وجودهم في يومنا هذا، ذبحوا وعدموا بأبشع الطرق. كم من الجرائم بحق البشرية ارتكبها هذا الكيان الخبيث بحق هذه الأرض الطاهرة. ويأتي اليوم من يقول ننسى الماضي. لن ننسى الماضي. إذا كنتم أيها الفرنكفونيين أيها العملاء يا من تخافون من أمكم فرنسا، إذا كنتم تخشونها فنحن لا نخشاها، وعلى درب أجدادنا نسير. وأقول لأبناء الصحراء بصفة خاصة، إنكم تدفعون ثمنا وهو منتقم منكم، لأنه في عام 27 فبراير لما عرض ديغول الخائن على أبناء الصحراء دولة، رفض المجاهدون، رفض الشهداء، رفض المسلمون الحقيقيون وقالوا لا، نعم للجزائر الواحدة. تركوا رسالة لنا واضحة، علمونا ما معنى الوطنية، تركوا لنا رسالة واضحة تقول إياكم أن تفكروا يوما أن تتبعوا هذا الكيان أو تضعوا يدكم في يد هذا الكيان، لأن لا خير فيه. وما يحدث في الجزائر من مشاكل، وما يحدث في الجزائر من تدهور اقتصادي واجتماعي، كله بسبب هذا الكيان. هذه العلاقات أن لها أن تنتهي، هذه الراية آن لها أن تفيء من سماء الجزائر، السفارة الفرنسية آن لها أن تقتلع من سماء الجزائر. نعم، لم تضحي ملايين الشهداء لأجل أن نرى هذه الراية ترفرف في سماء الجزائر. إذا كان الشهداء أسقطها على دربهم نسير. اسمعوا أيها الفرنكفونيين، إذا كنتم تظنون أن الرضوخ أو السكوت هو خوف أو ذل، فإنكم حقا قوم تجهلون، وإنكم لا تعرفون ما معنى أن يكون الإنسان جزائري. سنضحي لأجل أن ترحل هذه الراية. وأقول لكل حر أبي جزائري، إلى كل ابن شهيد من يقول أنا ابن شهيد وأنا ابن مجاهد، أبوك دفع ثمنه لأن يرحل هذا العلم، وأنت جاهدت لكي يرحل هذا العلم، وعليك أن تترك الرسالة واضحة لابنك. إياكم أن تسمحوا لهذه الراية أن ترفرف في جميع الجزائر.
إذا كنتم تظنون أن المشاكل التي نعيشها ستنتهي وهذه الراية في هذه توفرت في سماء الجزائر فإنكم قوم مخطئون. وأقول لكم هذه الراية مكانها انتهت هذه الراية.